السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي يوميات سناء. النهارده هنعمل فطرة بسيطة كده، فطرة عادية عشوائية يعني مصرية، يعني سموها اي اسم حلو. المهم فطرة شعبية. كمان لو عندك ضيف على السريع كده الصبح، او بايت عندك وانت الصبح مش عارفة تعمل ايه فطار، ممكن تعمل الفطرة دي. هتكون حلوة معاكي وسهلة وسريعة برضو، مش هتاخد معاكي وقت. ماشي يا حبايبي؟ ماشي. بصوا بقى، احنا هنعمل فطرة من بطاطس وبتنجان محشي. مش محشي بقى رز وكده، لا، فيه الخلطة والتتبيلة بتاعته اللي هو البتنجان المطاعم. وهنعمل فلفل بارد وحامي، وهنعمل فول وسلطة باللفت والبصل. سلطة جميلة جدا. اتفرجوا على الفيديو ونشوف الفطرة الجميلة هتعجبكم ولا لا. واكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم. ماشي، قولوا لي ايه رأيكم في اكلي يا جماعة، وشجعوني بلايك بس كده عشان قناتي تكبر. ويا رب يا رب اللي تعمل لايك كنا ناوية عن سيدنا النبي يا رب. اول حاجة بص، انا صفيت الطاسة من المية وهخليها تنشف، وهحط الزيت. ماشي، هنا الطاسة نشفت وحطيت الزيت. بصوا، احط البطاطس قدامكم، الزيت سخن. شايفين جدح كيه؟ شايفين البطاطس بتجدح كيه؟ محدش يتكلم يا جماعة على الطاسة بتاعتي ولا على بوتجازي، كل واحد على حسب مقدرة عيشته. يعني انتوا شايفين اصلا الحيطان انا عاملاها محارة بالعافية. ماشي، وده بوتجازي ودي طاستي. يعني محدش يقول لي طاستك معفن وبوتجازك معفن، لا. انا حاولت انضف فيه والله قد ما بقدر، ما بيطلعش اكتر من كده. ماشي يا حبايبي، هنا انا هجلي البطاطس، هجلي الكمية كلها. ماشي، وهوريكم ازاي انا هجلي. ربنا يسهلنا ان شاء الله، والقناه تكبر ودي بوتاجاز 5 عيون نفسي فيه، اقسم بالله نفسي في بوتاجاز 5 عيون، ونفسي في ميكروويف، ونفسي في حاجات كتيرة. ما ربنا يكرمنا يعني ونعمل حاجة حاجة. ماشي، ده اللي بتنجان. بصوا بتنجان صاحي، بتنجان ده صاحي. انا هنا خلاص يعني قلبت البطاطس، وهو بص هقلبها، قلبتها يعني وخلاص استوت. هطلعها. بصوا، هوطي النار عشان الطبق ما يلسعش مني. ادينا اهو طلعت بطلع في الكمية، هطلع الكمية كلها حبايبي. ماشي، انا ساعات بطلع على مناديل لما تكون فرجانة وعندي مناديل، او ساعات ورق. بس النهاردة مطلعتش على حاجة، قلت اصفي البطاطس كويس كده واطلعها. طلعت الكمية كلها هي في الطاسة. هحط دلوقتي مكانهم، شايفين؟ هعلي بعد كده الزيت، هعلي بعد كده قصدي البوتاجاز النار. شايفين؟ هسيبهم بقى يستووا، واعمل حاجه تاني. هنا عاد انا بدات اعمل السلطه. اللي البرطمان اللي قدامي ده يا جماعه مطلعاه من الفريزر، ده تلج من تحت. ده فلفل هريسه انا عاملاه، او بحطه في الفريزر بطلع منه بالطلب. بس هقطع الشبك انا هحط شبك وطماطم وفلفل حامي وبارد. ماشي، وبصل ولفت. شايفين؟ هقطع الخضره. انا هنا عملت السلطه وقطعت اللفت عليها كده، وجبت بصلتين حلوين هقطعهم. البصل الاخضر ده انا مش مشترياه، ده من اللي انا زرعاه.
البصل ده يا جماعة احنا زارعينه، واللفت ده انا مخللاه. شايفين لونه وردي ازاي؟ كده السلطة يعتبر خلصت، مفيش غير الحياك بتاعها وخلاص هركنها، وبعدين هيجها عند لما اجي احطها في الاطباق. هنا بقى جبت البتنجان، انا عامله في الدجه اللي في الهون دي، في اللي هريسه من البرطمان دي حاميه، وحاطه فيها توم، وحاطه فيها ملح وكمون وخل وليمون. شايفين بتنجان هحشي. هعمل الكميه كلها في الطبق. طعمه بيبقى جميل، بيبقى حامي وحادق، وطعمه بيبقى روعه. شايفين الطبق وحلاوته وجماله، عايز يتاكل اكل. هنا بقى ادي السلطه وادي البطاطس، طبقين سلطه وبطاطس ماشي، والبتنجان وطبقين بطاطس. هنا بقى احط الفلفل الحامي والفلفل البارد، وده الطبق الكبير بتاع الفول. وكمان هنجيب جبنه قديمه. جبنه قديمه دي عاملاها هنا يا جماعه في البيت، عاملاها هنا اللي عايز يطلب عادي واعمل له شحن. جبنه قديمه يعني حاجه مقبوله ونظيفه معموله في البيت. ادي الفلفل اهو، ده الفلفل البارد. اهو، وده الفلفل الحامي. احط الكميه كلها. الطبق ده زي ما قلت لكم بتاع الفول. كده ناقصنا ايه الاكله الحلوه الجميله دي؟ طبق الفول يا جماعه، وناقصنا الجبنه القديمه. الجبنه اللي هتشوفوها دلوقتي اهي، دي عاملاها انا في البيت، مشها احمر. بصوا انا برش حبه ملح بكمون. ماشي، والف هنا يا رب على قلبنا وقلبكم يا رب. شايفين؟ اكله حلوه شعبيه تفتح النفس. شايفين؟ وده طبق الفول بس لما يسخن. الله طعمه جميل. طبق البتنجان ده الجميل بتاع المطاعم، واحلى من بتاع المطاعم كمان. دي بذرة ليمون انا شلتها. خلاص اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وشجعوني، يا رب تشجعوني. ماشي، واكتبوا لي كومنت جميل زيكم يا رب يا رب يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.